انا واحد مش بقيس العلاقات بالعيش والملح والعشره، انا حر، مفيش حاجه اسمها عيش وملح، مفيش حاجه اسمها عشره، في سؤال واحد بس، انت بتاذيني نفسيا ولا بتفيدني نفسيا؟ لان الكونسبت بتاع العيش والملح ده خلانا نتقبل على نفسنا اذى نفسي كبير جدا تحت مسمى العيش والملح. فتيجي مثلا تبعدي عن واحده صاحبتك، امك تقول يا بنتي العيش والملح، يا بنتي العشره، يا بنتي ده انتوا كنتوا بتهزروا وتضحكوا مع بعض وانتم صغيرين. ايوه هي بتاذيني نفسيا يا حاجه، مفيش الكلام ده. العيش والملح عندهم اهم من الاذى النفسي، فلازم نكسر القاعده دي. العيش والملح ده في الاخر بيتهضم واحنا عارفين اخره بيروح فين، لكن اللي بيفضل المواقف، اللي بيفضل الكلام الحلو، اللي بيفضل الدعم النفسي اللي انت بتقدمه لي. لو انت مش بتقدم لي الحاجات دي يبقى مفيش حاجه اسمها عيش وملح. المعامله والمواقف هي اللي بتحدد العلاقه دي كويسه ولا لا، هي اللي بتحدد انا اقعد معاك واقرب منك ولا لا. لكن عيش وملح، العيش والملح ده احنا كلناه وهضمناه وخلاص راح لحاله. يعني في ناس بتاكل معانا عيش وملح جوع، فاي علاقه تدخل فيها وقررت ان انت تخرج منها سيبك من العيش والملح، ابتدي بس اسال نفسك سؤال واحد، العلاقه دي بتاذيني نفسيا ولا لا؟ على فكره مش شرط الافاده تبقى مصلحه، لا، الافاده ممكن تكون ان انا بقعد معاك بنقعد نهلس ونضحك، دي في حد ذاتها افاده نفسيه. لكن الضرر النفسي بيتم لما انا اروح اقعد معاك زعلان وارجع متضايق اكتر، لا ساعتها لازم اعمل وقفه مع نفسي. لو شخص بيضغطني نفسيا فساعتها لازم ابعد عنه. لو شخص قرفني ومطلع عيني ودايما ينتقد تصرفاتي يبقى لازم ابعد عنه. مفيش حاجه اسمها هنا عيش وملح، في حاجه اسمها انت بتضرني نفسيا ولا بتفيدني بس. فما تقيسوش العلاقات على عيش والملح، وما تقيسوش العلاقات على عشره.